تخيل معايا قناة عندها ملايين المشتركين، ملايين بيستنوا فيديوهاتها أول ما تنزل. فجأة القناة اختفت. ناس قالت مشاكل مع اليوتيوب، وناس تانية قالت خناقة داخلية بين أعضاء التيم. لكن الحقيقة أغرب من كده بكتير. النهاردة هفتح لكم الملف الكامل، إزاي قناة مشهورة جدا انهارت رغم إنها كانت من أنجح القنوات في الوطن العربي. قناة عندها ملايين المشتركين، كل فيديو بينزل بيولع الترند، الناس مستنية، الإعلانات داخلة والفلوس ماشية زي الساعة. لكن فجأة القناة دي بتختفي. الصدمة كبيرة والجمهور بيسأل ايه اللي حصل؟ النهاردة أنا جاية أفتح لكم الملف الكامل خلف الشاشة عن القصة اللي محدش قالها. القناة بدأت بشكل بسيط جدا، 3 شباب أصحاب بيصوروا فيديوهات من أوضة صغيرة، مايك عادي، كاميرا مش غالية، وضحك طبيعي. الجمهور حبهم لأنهم شبهه، مش مشاهير ولا متكلفين. الفيديوهات الأولى ما جابتش مشاهدات، لكن مع الوقت لقوا مفتاح النجاح: الترند والكوميديا والجدل. كل ما يطلع ترند يعملوا نسخة منه بطريقته. الناس كانت بتضحك وبتشارك، وكل يوم الأرقام بتزيد. بعد شهور قليلة القناة بقت ترند على طول، المشاهدات بالملايين. الشركات بدأت بتبعت إيميلات رعاية وإعلانات وصفقات. وهنا القناة اتغيرت. الضحك الطبيعي بقى محتوى محسوب، كل فيديو معمول عشان يرضي المعلن قبل المشاهد. الجمهور بدأ يلاحظ التغيير، لكن الصراحة الأرقام لسه بتكبر والفلوس لسه داخلة. ورا الكاميرا الوضع كان مختلف. الخناقات بدأت بين الأعضاء، مين ياخد فلوس أكتر، مين ياخد قرارات المحتوى، مين بقى الوجه الأساسي للقناة. صوت الضحك في الفيديوهات ورا الكواليس كان صمت وتوتر. واحد من التيم حب ياخد القناة لنفسه، ابتدى يفتح قناة تانية سر وياخد جمهور القناة الأصلية. وإن الخلافات الداخلية دي دمرت الفريق، والشركة اللي ماسكة العقود سحبت دعمها، والقناة اتسابت مهجورة. اللي بدأوا كأصحاب حلم صغير خلصوه كأعداء، والقناة فضلت موجودة لكن مهجورة، مليانة ملايين مشتركين بس من غير محتوى جديد. والجمهور فضل يسأل ازاي قناة بالملايين تقع كده؟ النجاح على اليوتيوب مش بس فكرة أو فيديو، ورا الكاميرا في خطط، في عقود، في علاقات ممكن ترفعك للسما أو توقعك لسابع أرض. في النهاية خلف الشاشة دايما في حكايات احنا كمشاهدين ما بنشوفهاش. واستنوني الحلقة الجاية.